بكم في هذا اللقاء الجديد من التكوين. حلقة اليوم هي حلقة خاصة ومميزة، ونريد أن نسلط الضوء من خلالها على مدى مصداقية مخطوطات الكتاب المقدس وكيفية وصوله إلينا بشكله الحالي. الكتاب المقدس صمد رغم المقاومة ورغم اضطهاد كل الذين كانوا أمناء في ترجمته ونشره، فما من كتاب آخر ترك هذا الأثر البالغ في كثيرين طوال مئات ومئات السنين. ولكن من ناحية أخرى لم يتعرض كتاب غيره لهذا القدر من التدقيق والانتقاد. وهناك الكثير من الأشخاص فقدوا ممتلكاتهم ونبذوا واتهموا بتهم باطلة، وحتى خسروا حياتهم من أجل إيمانهم بهذا الكتاب. مثلا في سنة 167 قبل الميلاد سعى الملك السلوقي أنطيوخوس أبيفانوس إلى فرض الديانة اليونانية على اليهود، وأمر بإتلاف جميع نسخ الأسفار العبرانية. مزقوا وأحرقوا كل أدراج الشريعة حيثما وجدوها، وقتلوا كل من حاول أن يقرأها. أما في القرون الوسطى احتمى غضب بعض رجال الدين لأن أفراد من عامة الشعب نشروا تعاليم الكتاب المقدس بدلاً من المعتقدات الدارجة آنذاك، فاتهموا بالهرطقة، وصدر أمر أن يبحثوا عن الهراطقة ويفتشوا كل البيوت، وأي بيت يعثرون فيه على هرطوقي كان يجب أن يدمر بالكامل. أما في سنة 1526 اجتمع الكاردينال وولزي ومعه 36 أسقفاً قرب كاتدرائية القديس بولس بلندن ليروا كمية كبيرة من الكتب تطرح في النار، وبين تلك الكتب بعض النسخ من ترجمة ويليام تايندل الثمينة للكتاب المقدس. لكن استمر تايندل بشجاعة في إنتاج طبعات جديدة من ترجمته التي كان يصادرها ويحرقها رجال الدين الإنجليز. وتابع تايندل عمله في الترجمة بالرغم من كل الضغوطات، ونتيجة لذلك جرت معاقبته عام 1535، وأخذ إلى قلعة فيلفورت القريبة من بروكسل، وهناك سجن لمدة 16 شهراً، وبعد ذلك خنق شنقاً قبل أن يحرق جسمه علانية في سنة 1536. وهكذا ضحى ويليام تايندل بحياته من أجل إيمانه بهذا الكتاب. فيا للثمن الذي دفعه هذا الرجل الشجاع. الآن تعالوا لنرى جزء من وثائقي ليعطينا لمحة عن ما حصل لهذا الرجل. في أحد فصول الخريف أخذ ويليام تينديل من زنزانته في قلعة فيلفورد إلى مكان إعدامه. كان ذلك سنة 1536، وهناك ربط إلى خشبة، خنق حتى الموت، ثم أحرقت جثته أمام جمع من الناس. لم يسمح لتينديل بأن يترجم الكتاب المقدس في إنجلترا، فقد قصد أسقف لندن وطلب منه الإذن أن يترجم العهد الجديد من اليونانية، أي اللغة الأصلية، إلى الإنجليزية، لكن طلبه رفض. اشتدت المعارضة ضد هذه الترجمة لدرجة أن تينديل كتب أن تنفيذها مستحيل في إنجلترا. لنزور المكتبة البريطانية في لندن لنعرف ماذا حصل بعد ذلك. الدكتورة كارين ليمبرهيرست، وهي مسؤولة هناك، ستعطينا الجواب. هذه هي النسخة الوحيدة لأول طبعة غير مكتملة من العهد الجديد لتينديل، الصادرة في كولون عام 1525 والمعروفة بوثيقة كولون. وبما أنها غير مكتملة فهذا يظهر كم كان المشروع خطيراً. فعامل المطبعة أسرف في الشرب وكشف أنه يطبع العهد الجديد بالإنجليزية لشخص لوثري يدعى ويليام تينديل. فعرفت السلطات بالأمر وداهمت المطبعة، فهرب تينديل ومساعده، وهذا كل ما نجا، وأبحرا عبر نهر الراين نزولا إلى وورمز. فمجرد أنهما لم يطبعا سوى جزء من متى يبرهن خطورة عملهما. ويليام تينديل سجن هنا في فيلفورد شمال بروكسل،
وأثناء معاناته في السجن أكثر من سنة لا شك أنه فكر في الموت الأليم الذي كان ينتظره. إن تينديل معروف بتأثيره على اللغة الإنجليزية، لكن هدفه لم يكن مجرد إشباع طموحه الأدبي، فقد أحب الكتاب المقدس. رغم المقاومة الشديدة صمد الكتاب المقدس إلى يومنا هذا، ناقلا إلينا بأمانة كلمات الكتاب الأصليين، فلا عجب أن كثيرين عرفوا قيمة الكتاب المقدس. نعم، صمد الكتاب المقدس رغم الاضطهاد والقمع لكل من يترجمه وينشره، لكن كيف وصل إلينا في وضعه الحالي؟ فلنسلط الضوء أولا إلى الاكتشافات لمخطوطات التي استقى منها أغلبية التراجمة. عام 1844 زار العالم قسطنطين فون تشندوف دير القديسة كاثرين في سبوح جبل سيناء بمصر، وأثناء بحثه في مكتبات الدير عثر على رقوق بالغة الأهمية. وبما أن تشندوف كان متخصصا في علم دراسة الكتابة القديمة، أي ما يعنى بدراسة الكتابة في الأزمنة القديمة والقرون الوسطى، وخصوصا تلك المدونة على مواد قابلة للتلف مثل البردي والرقوق، أدرك أن هذه الرقوق هي وريقات من الترجمة السبعينية، وهي ترجمة قديمة باليونانية للأسفار العبرانية المعروفة بالعهد القديم. كتب عن ذلك قائلا: لم يسبق لي أن رأيت شيئا يمكن اعتباره أقدم من هذه الصفحات التي وجدتها في سيناء. وقد حدد أن تاريخ هذه الرقوق يعود إلى القرن الرابع الميلادي، وهي جزء مما صار يعرف لاحقا بالمخطوطة السينائية. وهذه المخطوطة هي مجرد واحدة من آلاف المخطوطات القديمة للأسفار العبرانية واليونانية التي يمكن للعلماء اليوم دراستها بدقة. كان المسيحيون الأولون معلمين وناشرين لكلمة الله المكتوبة حول العالم. لقد اتخذوا بجدية كلمات يسوع المدونة في أعمال الرسل 1:8، إذ تقول: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وهكذا نال التلاميذ 120 الأولون الروح القدس كما قال يسوع المسيح. وقد كان ذلك في يوم 50 سنة 33 بعد الميلاد، وإذ اندفع هؤلاء التلاميذ إلى العمل كما لم يفعل أي فريق آخر في كل التاريخ. شرعوا في برنامج تعليمي غمر أخيرا كل زاوية من العالم المعروف آنذاك. نعم، لقد كان هؤلاء تواقين إلى استعمال أقدامهم، سائرين من بيت إلى بيت، ومن مدينة إلى مدينة، ومن بلد إلى بلد، مبشرين بالخيرات. ولكي يسهلوا توزيع الأسفار المقدسة، سرعان ما ابتدأوا باستعمال الشكل المجلد للمخطوطة بدلا من الأدراج. والمجلد هو شبيه بالشكل بالكتاب العصري الذي بين يدينا اليوم، الذي فيه يمكن قلب الصحائف بسهولة بحثا عن مرجع، بدلا من الجهد الكبير الذي غالبا ما كان يتطلب نشر الأدراج. وبالإضافة إلى ذلك جعل الشكل المجلد جمع الكتابات القانونية معا ممكنا، في حين كانت الكتابات التي هي في شكل أدراج تحفظ عادة في لفائف منفصلة. وكان المسيحيون الأولون روادا في استعمال المجلد، حتى إنهم ربما اخترعوه. وفي حين أن المجلد لم يجري تبنيه إلا ببطء من قبل الكتاب غير المسيحيين، فإن الغالبية العظمى من البرديات المسيحية للقرنين الثاني والثالث هي بالشكل المجلد. لكن السؤال هو: بأي لغة كتبت الأسفار المسيحية؟ امتد ما يدعى الفترة الكلاسيكية للغة اليونانية في القرن التاسع قبل الميلاد وحتى القرن الرابع قبل الميلاد، وكانت هذه فترة اللهجتين الأتيكية والأيونية. وخلال هذا الوقت، وخصوصا في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد،
ازدهر الكثير من الكتاب المسرحيين والشعراء والخطباء والمؤرخين والفلاسفة وعلماء اليونانيين الذين اشتهر منهم هوميروس وهيروديتوس وسقراط وأفلاطون وكثير آخرين. وكانت الفترة من نحو القرن الرابع قبل الميلاد إلى نحو القرن السادس بعد الميلاد، عصر ما هو معروف بالكينية أي اليونانية العامة، وكان نشوئها ناجما إلى حد بعيد عن العمليات العسكرية للإسكندر الكبير الذي تألف جيشه من جنود من كل أنحاء اليونان، فكانوا يتكلمون لهجات يونانية مختلفة، وإذ امتزجت هذه اللهجات معا ونشأت لهجة عامة أي هي اليونانية الكينية، ودرج استعمالها، وقد نشر إخضاع الإسكندر لمصر ولآسيا وحتى الهند، بحيث صارت هذه اللغة الأممية وبقيت هكذا عدة قرون. وكانت الترجمة السبعينية مفرداتها اليونانية الكينية الشائعة في الإسكندرية في مصر خلال القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد. أما في أيام يسوع ورسله كانت الكينية اللغة الأممية للحيز الروماني، ويشهد الكتاب المقدس نفسه لهذا الواقع. فعندما سمر يسوع على الخشبة كان من الضروري أن تعلق الكتابة فوق رأسه ليس فقط بالعبرانية لغة اليهود، بل أيضا باللاتينية لغة البلد الرسمية، واليونانية الكينية التي كان مألوفا التكلم بها في شوارع أورشليم تقريبا كما في روما والإسكندرية أو أثينا نفسها. وتظهر أعمال الرسل 9:29 إذ إن الرسول بولس كرز بالبشارة في أورشليم باللغة الكينية المتداولة آنذاك. بحلول ذلك الوقت كانت اللغة الكينية لسانا ديناميا حيا ومتطورا. لكن ماذا عن الأسفار التي كتبها الرسل والتلاميذ الآخرون؟ هل حفظت هذه لنا بحرص؟ إن فحصنا للمخطوطات المحفوظة باليونانية وبلغات أخرى يظهر إنها حفظت هكذا. تأملوا في خطوط النقل النصي لهذه الأسفار 27 التي تظهر كيف حفظ النص اليوناني الأصلي حتى يومنا الحاضر، إذ توجد اليوم ذخيرة هائلة من نسخ المخطوطات لكل الأسفار 27 القانونية، وبعض هذه تغطي أقساما شاملة من الكتاب المقدس، وهناك أكثر من 5000 مخطوطة باليونانية الأصلية، وبالإضافة إلى ذلك هناك أكثر من 8000 مخطوطة بلغات أخرى مختلفة، ومجموع يتجاوز 13,000 مخطوطة مجتمعة، وإذ يرجع تاريخها إلى القرن الثاني بعد الميلاد، إذ تساعد جميعها في تحديد النص الحقيقي الأصلي. وأقدم هذه المخطوطات الكثيرة هي جذاذات البردي لإنجيل يوحنا الذي يوجد الآن في مكتبة جون راينلاندز في مانشستر إنجلترا، المعروفة بالرقم P52 التي يحدد تاريخها بالنصف الأول من القرن الثاني. وعندما نتأمل في أنه من أجل تحقيق النص لمعظم المؤلفين الكلاسيكيين يمكننا أن ندرك وفرة الأدلة الموجودة التي يستعان بها على الوصول إلى نص معتمد للأسفار اليونانية المسيحية أي العهد الجديد. الآن نأتي إلى مخطوطات البردي. ورق البردي هو نوع قديم من الورق المصنوع من نبات البردي، وهو نبات طويل الشكل ويرتفع 5 إلى 9 أمتار. وكما مع النسخ الباكرة للترجمة السبعينية كتبت المخطوطات الأولى للعهد الجديد على ورق البردي أيضا، وقد استمر استعماله للمخطوطات الكتاب المقدس حتى نحو القرن الرابع بعد الميلاد. ويظهر أن كتبة الكتاب المقدس استعملوا أيضا ورق البردي عندما أرسلوا رسائل إلى الجماعات المسيحية. وفي أواخر القرن التاسع عشر بان عدد من برديات الكتاب المقدس، وكان أحد أهم الاكتشافات العصرية على صعيد المخطوطات اكتشافا أعلن سنة 1931، وقد اشتمل على أجزاء من 11 مجلدا فيها أقسام من 8 أسفار
مختلفة من العهد القديم و15 سفرا من العهد الجديد، كلها مكتوبة باليونانية الكينية. ويتراوح تاريخ كتابة هذه البرديات من القرن الثاني إلى القرن الرابع الميلادي. والكثير من أقسام العهد الجديد لهذا الاكتشاف هو الآن في مجموعات تشستر بيتي، وهي مدرجة بصفتها P45 و P46 و P47، والرمز P هنا يمثل البردية. ونشرت برديات مجموعة أخرى لافتة للنظر في جنيف سويسرا سنة 1956 إلى سنة 1961. إنها تعرف ببرديات بودمر، وتتضمن نصوصا باكرة لإنجيلين تحت الرقم P66 و P75. يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الثالث بعد الميلاد، وتزود اكتشافات هذه البرديات برهانا على أن قانون الكتاب المقدس اكتمل في تاريخ باكر جدا. وبين برديات تشستر بيتي يظهر مجلدان، واحد يضم أجزاء من الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل تحت الرقم P45، وآخر يحمل ضمن غلافه 9 من رسائل الرسول بولس تحت الرقم P46. إذن أسفار العهد الجديد جمعت بعد وقت قصير من موت الرسل، وبما إنه كان يلزم الوقت لتنتشر هذه المجلدات على نحو واسع، فمن الواضح أن الأسفار المقدسة هذه جمعت في شكلها المتعارف عليه بحلول القرن الثاني، ولذلك لم يكن هناك شك في أن قانون العهد الجديد قد ختم، وبهذا اكتمل قانون الكتاب المقدس كله. تعالوا لنرى جزء من وثائقي ليعطينا لمحة عن بعض هذه المخطوطات. في ظل اضطهاد كهذا بدا صمود الكتاب المقدس والمسيحية أمرا مستحيلا. فكيف نجا الكتاب المقدس من هذه المقاومة؟ هنا في دبلن سنبدأ بمعرفة الجواب. سأقابل الآن جيسيكا بولدوين المسؤولة عن المجموعات في مكتبة تشستر بيتي. تعرض هذه المكتبة 3 برديات مهمة: باء 45 باء 46 وباء 47، ويعتقد أنها تعود إلى القرن الثالث الميلادي، وهي بالتالي من أقدم مخطوطات العهد الجديد. هذه بردية تشستر بيتي للكتاب المقدس رقم 2 أو باء 46، وهي أقدم نسخة للرسائل البولوسية التي وصلت إلينا. إن كلمة بردية عامة وشائعة، ولكن حين ننظر إلى المخطوطات نرى أنها فعلياً من لب نبتة البردي التي تنمو في مصر. هذا ملفت، لأني أرى طية في وسط هذه المخطوطة. كانت هذه المخطوطات كبيرة وضخمة، ولم تكن أدراجاً تفتح وتلف، فالعلماء والناس آنذاك كانت تهمهم جداً هذه النصوص، لذا كان من الأفضل أن يحصلوا عليها على شكل مجلد كي يفتحوا إلى القسم الذي يريدونه. لقد كانت نصوصاً يمكن قراءتها، التمعن فيها وفهمها. البروفيسور ماجينغ أراني هذه المخطوطات عن قرب. إنها نصوص فاخرة بالفعل. واضح أنها الأناجيل الأربعة وسفر الأعمال. بعد الأحرف بعضها عن بعض مناسب وجميل. الأسطر متناسقة، منظمة ومرتبة. هذه النصوص هي شهادة تقدير لإيمان الأشخاص الذين نسخوها. لقد أنجزوا عملاً مهماً، وكان من الضروري أن يتمموه بمنتهى البراعة والدقة والجمال. هذه المخطوطات صمدت لأنها حفظت في جرار من الخزف وطمرت. من الواضح أنها نالت عناية جيدة، وإلا لما وصلت إلى أيدينا بهذا الشكل. إن التاريخ مليء بقصص أشخاص خاطروا بحياتهم ليقرأوا ويترجموا ويفهموا الكتاب المقدس، ولا شك أن الدافع الرئيسي كان تقديرهم واحترامهم لكلمة الله. الآن نأتي إلى نوع آخر من المخطوطات، ألا وهو مخطوطات الرق أو الفيلون، وهو مصنوع عموما من جلود العجول أو الحملان، حيث يتم تحضيره للكتابة أو الطباعة عليه،
وابتدأ أن يستعمل مكان البردي في كتابة المخطوطات من نحو القرن الرابع بعد الميلاد فصاعدا. وبعض مخطوطات الكتاب المقدس الموجودة اليوم مسجلة على الفيلم، وتلك المدرجة للأسفار اليونانية كتبت بأحرف استهلالية كبيرة، ويشار إليها بالمخطوطات الثلثية، ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع بعد الميلاد حتى القرن العاشر بعد الميلاد. ثم هناك أكثر من 5000 مخطوطة من مخطوطات الأحرف المتصلة أو الصغيرة، وقد كتبت هذه أيضا على الفيلم خلال الفترة من القرن التاسع بعد الميلاد حتى بداية الطباعة. طوال القرون الطويلة للعصور المظلمة، حين كانت اللغة اللاتينية سائدة وأوروبا الغربية تحت السيطرة الحديدية للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، كان العلم والمعرفة في انحطاط. ولكن مع الاختراع الأوروبي للطباعة بالأحرف المتحركة في القرن الخامس عشر وفترة الإصلاح في أوائل القرن السادس عشر، عمت حرية أكثر، وكانت هناك ولادة ثانية للاهتمام باللغة اليونانية. وخلال هذا الإحياء الباكر للمعرفة، أنتج العالم الهولندي الشهير ديزيديريوس إيراسموس طبعته الأولى لنص يوناني رئيسي للعهد الجديد. وقد طبعت هذه الطبعة الأولى في بازل سويسرا في سنة 1516 قبل سنة من بدء الإصلاح في ألمانيا، وكان في متناول إيراسموس عدد قليل فقط من المخطوطات الأحرف المتصلة المتأخرة ليقابل بينها ويعد نصه الرئيسي. صار نص إيراسموس اليوناني المحقق الأساس لترجمات أفضل بعدة لغات لأوروبا الغربية، وجعل ذلك من الممكن إنتاج ترجمات تفوق تلك التي ترجمت سابقا عن الفولغات اللاتينية. وأول من استخدم نص إيراسموس كان مارتن لوثر من ألمانيا، الذي أكمل ترجمته للعهد الجديد في ألمانيا في سنة 1522. وفي وجه الكثير من الاضطهاد تبعه ويليام تيندل من إنجلترا بترجمته الإنجليزية من نص إيراسموس. وترجم أنطونيو بروتشولي من إيطاليا نص إيراسموس بالإيطالية في سنة 1530. وبمجيء نص إيراسموس اليوناني كانت هناك فاتحة عهد من النقد النصي، والنقد النصي هو الطريقة المستعملة لإعادة بناء ورد نص الكتاب المقدس الأصلي. الآن نأتي إلى شق آخر من هذه المخطوطات، ألا وهو التقسيم إلى أصحاحات وآيات. برز روبرت إستيان وهو رائد في الطباعة، عاش في القرن السادس عشر، عرف باللاتينية باسم روبرتوس ستيفانوس، وهو أول من طبع الإنجيل وقسمه إلى أسفار مرقمة. ولكونه محررا، رأى الفائدة العملية لاستعمال نظام من الإصحاحات والآيات من أجل مرجع سريع، فأدخل هذا النظام في العهد الجديد اليوناني اللاتيني. أما تقسيمات العهد القديم إلى آيات صنعها الماسوريون، ولكن الكتاب المقدس الفرنسي لستيفانوس لسنة 1553 هو الذي أظهر أولا التقسيمات الحالية للكتاب المقدس بكامله. أصدر ستيفانوس أيضا عدة طبعات للعهد الجديد اليوناني، وكانت هذه مؤسسة في الدرجة الأولى على نص إيراسموس. وطبعة ستيفانوس الثالثة لنصه اليوناني في سنة 1550 صارت في الواقع تكستوس ريسبتوس، العبارة اللاتينية التي تقابل النص المقبول. هو الاسم الذي أعطي لسلسلة نصوص العهد الجديد، وكانت مصدر ترجمة لوثر الألمانية، وترجمة ويليام تيندل الإنجليزية، ونسخة الملك جيمس، ومعظم ترجمات العهد الجديد في عصر الإصلاح في غرب ووسط أوروبا. أما النص الرئيسي اليوناني الذي لاقى قبولا واسعا هو الذي أنتجه عالما جامعة كامبريدج بروك ويسكوت وأنتوني هيرت في سنة 1881. هذا النص هو الذي استخدم بشكل رئيسي في ترجمة العهد الجديد بالإنجليزية، وهذا النص هو أيضا الأساس لترجمات عديدة مثل الترجمة المؤكدة، الترجمة الأمريكية القانونية، وترجمة سميث جوتسبيت، والترجمة القانونية المنقحة، وكثير من الترجمات الأخرى. إذن ما هو التقييم النهائي بالنسبة إلى سلامة النص وصحته بعد كل هذه القرون من النقل؟
ليس الأمر إن هناك آلاف المخطوطات لمقارنتها فحسب، بل إن اكتشافات مخطوطات الكتاب المقدس الأقدم خلال العقود الماضية تعود بالنص اليوناني إلى نحو سنة 125 بعد الميلاد، أي بعد نحو عقدين فقط من موت الرسول يوحنا نحو سنة 100 بعد الميلاد. وتزود هذه المخطوطات تأكيدا قويا إننا نملك نصا يونانيا محققا يعتمد عليه. أخذ تشيندوف على عاتقه مهمة ضخمة، هي وضع لائحة بأقدم المخطوطات الموجودة في مكتبات أوروبا، كما إنه قام برحلات عديدة إلى الشرق الأوسط ودرس مئات الوثائق ونشر نتائج أبحاثه. وفي القرن العشرين صارت وسائل أخرى متوفرة للعلماء المتخصصين في دراسة الكتابة القديمة، وإحداها هي اللائحة التي وضعها مارسيل ريشارد ب900 قائمة تدرج 55,000 مخطوطة يونانية للكتاب المقدس. وهذا المقدار الكبير من المعلومات يسهل عمل المترجمين، كما يساعد العلماء الذين يدرسون الكتابات القديمة على إعطاء تواريخ أكثر دقة للمخطوطات. لم يدون معظم الكتبة القدماء تاريخ انتهائهم من نسخ مخطوطات الكتاب المقدس، ولكي يتمكن العلماء من إعطاء تاريخ تقريبي لهذه النصوص يقارنوها مع أعمال أخرى، وثائق قديمة تاريخها معروف، ويتوصلون إلى استنتاجاتهم بناء على الخط والترقيم والاختصارات وغير ذلك من الميزات. الآن نأتي إلى 3 مخطوطات رئيسية ذات أهمية فائقة لما بين يدينا من النصوص: المخطوطة الإسكندرية والسينائية والفاتيكانية. المخطوطة الإسكندرية الموجودة الآن في المكتبة البريطانية أول مخطوطة مهمة للكتاب المقدس يسمح للعلماء بالاطلاع عليها، وتضم هذه المخطوطة معظم أجزاء الكتاب المقدس. وحدد أن تاريخ هذا المجلد يعود إلى أوائل القرن الخامس بعد الميلاد. أما المخطوطة الثانية التي سمح للعلماء بالاطلاع عليها هي المخطوطة السينائية التي حصل عليها تشيندوف في دير القديسة كاثرين. وهذه المخطوطة تحتوي جزءا من الأسفار العبرانية من الترجمة السبعينية اليونانية بالإضافة إلى الأسفار اليونانية كاملة. وتوجد اليوم 43 وريقة من هذا المجلد محفوظة في لايبزيغ بألمانيا، و347 وريقة في المكتبة البريطانية بلندن، وأجزاء من 3 وريقات في مكتبة سانت بطرسبرغ الروسية. وقد حدد أن تاريخ هذه المخطوطة عائد إلى أواخر القرن الرابع بعد الميلاد، والبرهان على ذلك هو وجود الجداول الهامشية في الأناجيل، وهذه الجداول ابتكرها المؤرخ إوسيبيوس القيصري الذي عاش في القرن الرابع الميلادي. المخطوطة الثالثة هي المخطوطة الفاتيكانية التي تحمل رقم 1209، واحتوت في الأصل على الكتاب المقدس الكامل باليونانية. وظهر هذا المجلد للمرة الأولى في قائمة موجودة في مكتبة الفاتيكان سنة 1475، وهو مكتوب بالحروف البوصية اليونانية على 759 وريقة من الرق العالي الجودة. وقد حدد العلماء أن تاريخ هذه المخطوطة يعود إلى أوائل القرن الرابع بعد الميلاد. وبالتباين مع ذلك فإن نصوص العهد الجديد التي كملت في القرن الأول بعد الميلاد تشهد على صحته وصحة قطع باقية من القرن الثاني ونسخ كاملة من القرن الرابع. وعلى حد تعبير كرول هناك 81 درجا للبردي من القرن الثاني إلى القرن السابع، وهناك 266 مخطوطة بالحروف الكبيرة الثلثية من القرن الرابع إلى القرن العاشر، و754 مخطوطة بالحروف المتصلة من القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر. وهذه كلها دلائل على إثبات صحة نص العهد الجديد. إذن نستنتج من هذا كله إن العهد الجديد حقا مشهود على صحته. في الحلقة القادمة سنستمر في هذا الموضوع، فابقوا معنا.